السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من ورشة أولاد أبو وحيد. بالنسبة يا جماعة دي هنوريكم نبذة من ضمن الأعطال اللي بتجيلنا من ورش تانية وغلطات بتحصل بسبب ورش تانية. ده يعتبر عمود البنيون النايم اللي بيدي الحركة لترس التاج، اللي هو مجموعة التروس الموجودة في القارونة. بيبقى فيه ترس تاج فوق، يعتبر بياخد من المناول ده، يعتبر عمود البنيون النايم، وبيدي العمود البنيون الواقف، وبيدي الرحية اللي تحت. طبعا لما نلاقي شغل بالطريقة ديت، لحمات بالطريقة دي، كده ده مش شغل. اللي يلاقي شغل عنده او اي صاحب ورشة يشتغل بالطريقة ديت يوقف الشغل فورا، لان ده مش شغل. كده يعتبر هنغير عمود البنيون، وده طبعا مكلف، زائد صامولة الربط الخلفية، زائد هنركب مجموعة تيل اللي هي بتبقى موجودة قفل للصامولة، زي دي، وتيلة صامولة زي دي. طبعا هنغير عمود البنيون بسبب التلف اللي معمول. طبعا واخد بنطتين لحام من هنا ومن هنا، وده يعتبر كده العمود ده كده متضرر. يا ريت اللي يلاقي شغل عنده بالطريقه ديت، او صاحب الورشه اشتغل بالطريقه دي قدامه، يوقف الشغل فورا، لان كده اتأذى. طبعا صوت الفتيس فيه نحرة جامدة، وطبعا حصل تلف في طقم البلي الخلفي، اللي هي كراسي البلي الخلفي. وربنا يستر ما يكونش حصل تلف في الفرغة او كراسي الفرغة اهو. ده كان فيديو على السريع، قلنا بس ننزل تنبيه للشغل والناس اللي بتشتغل بالطريقة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش اللايك والشير، واخواننا اللي ما اشتركوش اشتركوا ويفعلوا زر الاشعارات عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات. السلام عليكم.